الكنات الشاتش من الحاجات المهمة جدا في تسليح السملات والكمرات. هنشوف مع بعض في الفيديو ده شكلها بيكون ايه وعددها بيكون كام، وايه الحاجات اللي لازم تخلي بالك منها علشان الحداد او المقاول ما يضحكش عليك في الموقع. احنا هنا في جنطة قواعد مسلحة وسملات، وركبنا الكنات الشاتش في السملات. ده كده شكل الكانة الشاتش من بعيد، هصورها لكم دلوقتي من قريب. ده كده شكل الكانة الشاتش. وظيفة الكانة الشاتش ان هي بتحفظ لي المسافة بين الاسياخ، يعني تسليح السمل ده 4 فاي 16. فعندي هنا في كل بيت من بيوت الكانة الشاتش عندي سيخ، المسافة بين الاسياخ متساوية زي ما انتوا شايفين كده، ومفيش سيخ ممكن يتحرك من مكانه، يعني بتثبت لي الاسياخ في اماكنها وبتحافظ لي على المسافة بين الاسياخ. علشان كده هي مهمة جدا. بنحط الكنات الشاتش في السملات على مسافات تقريبا بتكون 2 متر، بمعنى ان لو السمل عندي وليكن 2 متر يبقى احط كانتين شاتش، لو السمل 3 متر احط 3 كنات شاتش. كل ما زاد طول السمل كل ما زودنا الكنات الشاتش. خلي بالكم ان الكنات الشاتش ما بتغنيش عن سلك الرباط، بمعنى ان انت في نفس الوقت اللي لازم تحط فيه كنات شاتش لازم برضو تربط الحديد الساقط او الحديد السفلي بتاع السملات او الكمرات. الحداد ممكن يقولك ان الكنات الشاتش بتغني عن سلك الرباط، وطالما عملنا كنات شاتش يبقى ما نربطش الحديد السفلي او الحديد الساقط، بس انت لازم تطلب منه ان هو يربط الحديد السفلي او الحديد الساقط. وظيفة الكنات الشاتش ان هي بتحافظ على المسافة بين الاسياخ، ووظيفة سلك الرباط ان هو بيثبت الكنات في مكانها، ما بيخليش الكنات تتحرك منك وقت الصب. وخلي بالكم برضو ان عدد الكنات الشاتش مش داخل معايا في عدد الكنات في المتر، بمعنى ان انا لو عندي تسليح الكنات في السملات او الكمرات 6 في المتر ما تدخلش معاك الكنات الشاتش في العدد. الكنات الشاتش كانت اضافية كأنها سلك رباط بالظبط،